الصادق عليه السلام. خلي بالنا من هاي الأحاديث لأن هاي صادرة عن أهل البيت عليه السلام، فهي نتيجة مدرستنا. إذا بعث المؤمن من قبره خرج بين يديه مثال يقدمه. مثال شنو؟ مثال قال بمعنى أنه هيئة هي مو مادية، يعني مو شخص مادي، وإنما مثال يعني هيئة ليست بالمادية، فشخص فجسم فالمهم كيان معين يقدمه، يمشي قدامه، يلتفت إليه. أنت سامع بأهوال القيامة بعد، يعني الطامة، الصاخة، القارعة، هاي كلها هو أسماء القيامة اللي تبين عظمة ذاك اليوم. قال شاء الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وتانينا هاي الأهوال التانية، قال هاي الأهوال بينها للي ما عنده عمل، بس قال لك اكو سلاح بايدك، عمل هنا سويه راح يحميك من ذيك كلها، وهذا العمل يسوي لك جنة بالدنيا وجنة بالآخرة. قال الإنسان اللي يشتغل بضوابط الإسلام ترى يعيش مرتاح بالدنيا ويعيش مرتاح بالآخرة. قال رغم اللي يصير رغم اللي يصير، فيقول يقدمه، هذا قدامه يمشي، يلتفت له يقول له لا تخف ولا تحزن. هذا هو المثال يخاطب هذا المؤمن، يقول له لا تخاف ولا يضوج خلقك، لا تخف ولا تحزن، نعم أنا معك، سأكفيك كل هذه الأهوال حتى أقدم بك بين يدي رب رحيم. راح هاي الأهوال كلها أنا أحميك منها لما أجيبك وأوقفك بين يدي الله، بعد أنا هاي مهمتي. فيقول شايف أنت واحد تطلع تمشي في جو، هذا الجو بيفد ما أدري إعصار بعاصفة عظيمة قوية، اكو فد اجسام غريبه تطاير واشجار وشينكو وخشب وما ادري ايش، وهذه الدنيا كلها مخبوصه، وانت يقول لك انت ما لك علاقه، انت في مأمن في حمايه. فكلما مر بهول التفت اليه، كل ما يمر بفد منعطف. بعد تدري امير المؤمنين يقول عقبك أد ومنازل شتى، مخوفه مهوله، يقول كل ما يمر بواحد من هالمنازل التفت اليه قال لا تخف انا اكفيك، أنت مالك لا تخاف. طيب شايف يمشي قدامك حماية، وكل ما شفت خطر التفت لك قال لك لا تخاف، حتى يوقفه بين يدي الله. وقفه فيحاسب حسابا يسيرا، يحاسبوا له حساب يسير يعني حساب بسيط، حساب شكلي هيك بسرعة، ثم يؤمر به إلى الجنة. فإذا دخل الجنة، دخل للجنة، التفت إلى المثال، سأل قال من أنت؟ قال شاكو فد قضية ملفتة هنا. الإمام عليه السلام يريد يلفت أنظارنا إليه. أنت أول ما يريد يمشي وياك واحد نريد يمشي، وخصوصا إذا كان يقول لك أنا شريك وياك، أول تسأله تقول له أنت ياهو منين، مو اللي تسأله بعدين ليش هذا ما سأله من البداية، لا تالي طب للجنة وأما وأخذ راحته والتفت لسألك وين كنت هاي المدة كلها من طلعت من قبرك، مريت بهالأهوال، مريت بهالمنعطفات، مريت ما سألته وهو رفيقك وما قلت له أنت ياهو شنو شغلك، لما طبيت الجنة وأخذت راحتك وارتحت رحم الله والدك أنت ياهو. هذا شنو يبين به الإمام؟ يبين شدة الهول. شايف واحد غرقان وبآخر أنفاسه يغط ويطلع ويجي واحد مد ايده قال الزم بايدي، شو قال يسأله يقول له انت ياهو حتى الزم بايدك، منو انت؟ لو لما يطلعه ويكمله ويحطه وياخذ راحته ويسوي له هذا العلاج الطبيعي ويتنفس وقعد وجاب له شويه طعام ارتاح، نوبي التفت يقول له جزاك الله خير، منو انت حتى اشكرك؟ قال هذا يشير الى شده الهول يوم القيامه. لما يدخل الجنة نسأل الله أن يكفينا وإياكم بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقول هنا يلتفت له يقول له من أنت؟ جزيت عني خيرا، الله يجزيك بالخير، أنت ياهو اللي سويت وياي هذا. شو جاوبه؟ هذا عمل من الأعمال يجب أن احنا عادة ما يعني أغلب مجتمعنا ما يلتفت له، وعندنا مشاكلنا اللي بيننا،
قال من أنت؟ جزيت خيرا. قال أنا السرور الذي أدخلته على قلب المؤمن. يوم من الأيام سويت لك فلان مؤمن ومحتاج قرايبي جيراني كذا، وفرجت بيت حاجة ودخلت شوية فرح حتى لو بكلمة أسوي. قال أنا هذاك السرور اللي دخلته على قلوب هو أنا هذا المثال اللي حميتك من كل هاي المصائب. هذا عمل من الأعمال. إذا المؤمن كيس فطن، والمؤمن لازم أن ينتقي أنه إحنا الله سبحانه وتعالى يريدنا نتعايش بهذه الحالة، يريدنا نتعايش بهيك شكل، أنه يريد من عندنا كل واحد يحرص على أنه مو أنه يكون يتعلى على أخيه. إحنا الحال اللي بيه الآن يقتضي واعتصموا بحبل الله، يقتضي أن الخلافات بيناتنا نشيلها، يقتضي أن وحدة المؤمنين أنه تكون بعد نتوحد، يقتضي أن نلتجئ إلى الله، يقتضي هذا كله. هذا مبني على نشر المحبة فيما بين المؤمنين. هذا يقتضي على أن نتجاوز بعضنا عن أخطاء البعض، يقتضي هذا لذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يا جماعة ترى أهم شيء، لذلك هناك ما ينفع إلا العمل. لذلك يقول الإمام هذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله متى يوم القيامة؟ متى تقوم القيامة؟ يمتى تقوم القيامة يا رسول الله؟ النبي ما قال هيك علاماتها ولكن لا النبي التفت له قال وما أعددت لها؟ أنت محضر لها شيء حتى تسأل عنها؟ إحنا اليوم قاعدين ونسأل الله أن يعجل الفرج لصاحب الأمر والزمان وهذه الأحداث، ونقول إن شاء الله، وكثير من الناس هذا خلاص نسأل الله أن شاء الله يكون الفرج قريب. متى يظهر صاحب الزمان؟ ونتوقع في كل لحظة، لكن يقول يجب الأهم من هذا كله شنو؟ قال يجب أن نرجع لأنفسنا ونقول هل أعددنا أنفسنا؟ إحنا معدين أنفسنا؟ لو هذا حكي مش أبسط الأحكام بعضنا أصلا ما نستعد أصلا نعم يعمل به. قال إحنا هل أعددت نفسي لذلك؟ قال وما أعددت لها؟ الزلمة هم خير ويعرف قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير من صلاة وصيام، وقال والله الصلاة والصيام والبر مو هواي، بس هذا اللي حكيته قال عادله. وهذا اللي احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن شاء الله يوفقنا لإحياء أمرهم وأنا نظل مشبثين. قال حب الله حب الله أعددت لها هذا، أنا ما أعددت لها من كثير من صيام أو صلاة أو بر، ما عندي هواي، ولكن هذا اللي المؤشر اللي الإنسان من يعزف عنه ويبعد مؤشر خطر بعد. قال أعددت لها حب الله وحبك وحب أهل بيتك، حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اللي عديته، حب الله وحبك وحب أهل بيتك يا رسول الله. ايش قال للنبي؟ وهذا اللي إن شاء الله نسأل الله أملنا وسرورنا. قال يا فلان أنت مع من أحببت. قال أنت مع من أحببت، من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوم حشر معهم. احنا هذا المقدار هني الراد أن نكون نحافظ عليه بحفاظنا على صلاتنا، بحفاظنا على أعمالنا، حبا بالله، لأن حب الله تعالى يدعو إلى العمل، حب أهل النبي يدعو إلى العمل، حب أهل البيت يدعو إلى العمل بما يريدون. لذلك اعطونا أمثلة عالية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. احنا في نعم أيام الإمام الصادق عليه السلام كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. نعم تأدبوا بآدابنا، مضمون حديث حتى يقال هكذا أدب جعفر شيعته. الإمام يريد من عندنا أن نتأدب بآداب حبنا لهم، كون يدعونا إلى أن نتمسك بمبدأهم. هذا اللي ينطوهم في كربلاء نعم صور جلية الرسمة. قال تدرون ذول اللي ضحوا كل احنا عندنا استعداد، نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويثبتنا على ولايتهم. عندنا استعداد أن نعم نقف بين أيديهم
وأن نضحي بأنفسنا في سبيلهم بعد أن نعرف تكاليفنا الشرعية من عندهم. لكن هذا اللي يرجعنا نكون نعد أنفسنا لذلك. مثل ما ذولا اللي شنو علاقتك بأهل البيت، علاقتك بالصلاة، علاقتك بأهل البيت، علاقتك بجارك، علاقتك بأهل البيت، علاقتك بأخوك المؤمن، علاقتك بأهل البيت. لذلك هاي ترجمت على أرض الواقع بكربلاء. يوم اللي يروح يقاتل وواحد اللي يغوص بين آلاف ما أدري 30,000 70,000، هذه على بعض الروايات مختلف الروايات، وحيد، وهذه كلها تتوجه له الأسلحة على هالشخص هذا. تتصور شقد بيه جراحات، شقد راح يجي يملأ وراح ويقاتل. وشيء من بطل هذا، قاتل إلى أن ورجع على سيد الشهداء. بس رجع مو ذاك الإنسان اللي تعبان باعتبار كان يقاتل والقتال قبل يعتمد على القوة البدنية، مو ذاك العطشان اللي صار له 3 أيام ما شارب ماي، مو ذاك المملوء جراحات واللي الدم ينزف من عنده فوق هذا كله. لا، جايب كل عزيمة وواهس وخلى ايده على كتف الحسين يقول له أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم نلقى جدك النبي محمدا والمرتضى عليا وذا الجناحين الفتى الكمية. قال يا زهير ما الذي أرجعك؟ أشرديت شيء خفي تيجي تحافظ على روحك هاي 5 دقائق بقى انت جاي. قال ما الذي أرجعك؟ وهذا يريد يثبت لنا يا مؤمنين نحتاج هالايام العبادات نكون نتمسك بها أكثر، هالايام نحتاج أن مجالس أهل البيت نحيها أكثر، لأن هذه اللي بها البركة واستجابة الدعاء وإحنا محتاجين في كل وقت. لكن الآن أحوج. ما الذي أرجعك؟ تصور بذيك الحالة وين بال زهير؟ قال سيدي لقد حضر وقت الصلاة. مو مثل اليوم نقالك بجيبك يأذن وتسكته وتغلس عن الصلاة، مو مثل اليوم. نعم أنا أسمع المؤذن يأذن سماعة تصيح بذاني وأنا ولا كأنه لا ذاك بذاك الضرر. قال ولا عندك إلا أنه ينظر أكو علامات ليلة الشمس زالت، عرف شقد عنده دقة في الحساب في سبيل الصلاة. قال لقد حضر وقت الصلاة وأحببت أن تكون آخر صلاة أصليها معك يا أبا عبد الله. أنا شفت الصلاة حضرت قلت أنا الشهادة وراي ليش ما أجي سيد الشهداء أختمها بصلاة؟ وأنت راح تختمها بشهادة، راح تختمها بدمك الزاكي تنطي لسيد الشهداء في سبيل الله في أفضل الشهداء. قال لا، أكو أعمال هي اللي تنطي قيمة للشهادة ولغيرها ومنها الصلاة. لذلك قال سيدي حبيت أن تكون آخر صلاة أختمها بصلوات. نعم ذولا اللي حصلوا على تلك الدرجات عند الله ترى مو يجي اعتباطا يحتاج عمل وقل اعملوا. ذولا اللي أثروا في قلب سيد الشهداء حتى قرنهم يوم اللي وقف الحسين وشافهم كلهم على الرمضاء مطرحين. نعم صاحب اسمه فاضل من مقوعين وعلي الأكبر وقرنهم مع هؤلاء، وبنفس الوقت صاح يا زهير يا حبيب يا مسلم، يعني مثل ما صاحب اسمه فاضل وتنخبي صاحب أسماء هؤلاء أي منزلة لهم. خاطبهم الجميع على مستوى واحد بمقام يا أبطال الصفا، ولو في هذا الجانب يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء ما متعودين أن أناديكم ما تجاوبوني، مالي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم مرجوكم تنتبهون وين وجاف ما بينهم والدمع سجايا يا بقلهم هاي تاليكم يا الأحباب والله يصير الموت كل شموش
يزور والله اكبر على الشبان عاينهم مذابيح نادى عليهم والدميع في وجنته يسيح الله اكبر عالترب نمتوا يا مصابيح سمعت كلام زينب الحرم والاحزان والله آيات يا ويل من الخيم زينب تنادي شتريد في هذا الندعاء يا سنادي قالها أريد من يقدم لي جوادي نادت الله يعينك مالك معين والله ضامك على الغبر طاوين انا منين اجيب المرتضى منين عن كربل ابويا اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر الله عجل لوليك الفرج جعلنا من انصاره واتباعه وارزقنا الشهاده بين يديه